السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده كده ايه؟ هنعمل رقاق، اللي هو الرقاق الناشف. هنعمل صينية كده ونشوف ايه هنعمل الطريقة بتاعتها ازاي. يلا بينا كده ايه نشوف هنعمله ازاي. بصوا يا حبايبي الجمال، هنعمل بقى كده ايه ونشوف هنعمل الطريقة ازاي. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي. بصراحة كده مش انا اللي عاملاه، هي بنتي اللي عاملاه، وانا اقول لكم هي عملته ازاي. جابت بصلتين كده، قطعتهم وفرمتهم في الكبة، وخرطت قرن فلفل حامي وبشرة جزراية، وقطعت طماطمايه. البصل ده هي مقطعاه وفرماه في الكبة، والجزرية ديت هي بشرها كده في المبشرة، وجابت قرن فلفل حامي قطعته كده في الطبق، وجابت طماطمتين كده برضو قطعتهم. هي عملته بقى بالطريقة ديت، يا رب تعجبكم. فرمت بقى كل حاجة كده، حطيتها في طبق علشان ايه تصورها. عملت الطماطم في طبق لوحدها، جابت الهريسة برضو، هتحط برضو معلقة هريسة، مع ان قايله لها ما تخلوش حامي، بس برضو ايه عملته وكان حامي. جابت الطاسة كده وحطت فيها شوية زيت كده، معلقتين زيت، وحطت عليهم ايه البصل ده بصل احمر، وهي مقطعاه وفرمه في الكبة. والكبة كان مكانها فلفل اهيت، فالبصل كان عليه زي قرن فلفل كده. جابت الطاسة، حطت فيها معلقتين زيت، وقامت حاطة فيها ايه البصل. اهو يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده. وسابت بقى البصل كده ايه يشرب كده، يشوح كده في قلب الزيت اللي هي حطته، وتقلبه كده ايه على بعضه كده يتشوح. وبعدين راحت جايبه اللحمه، وراحت ايه حطاها كده ايه على البصل. اهو يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده، شوحت البصلايه كده في الزيت، وراحت حاطه عليها ايه اللحمه المفرومه. ما صورتهاش بقى وهي بتحطها، عشان هي كانت بتعمل لوحدها، وكانت بتصور بايد وبتعمل بايد. جابت اللحمه المفرومه كده. اللحمه كانت متلجه، بس ما كانتش يعني كانتش فكت قوي، كانت مطلعاها تفك من الفريزر، وما كانتش فكت قوي. هاي في حته لسه متلجه اهيت، حطيتها كده على البصله وتقلبها كده ايه على بعضها على ما تفك. كان فيها حته لسه متلجه اهيت، ما كانتش فكت قوي. وحطت بقى اللحمه كده على البصل، وتقربها كده، تقلبها كده ايه تتشوح كده مع البصله، وتاخد صدمه كده من غير ما تحط اي حاجه لسه. وجابت بقى الجزر، قامت راح حطاه، جايبه جزريه كده بشراها، تحط الجزر كده على اللحمه وعلى البصل، وتقلبه بقى كده، تقلب البصل كده بالجزر باللحمه عشان تتشوح كده مع بعضها. وطبعا الرق ده اللي انا كنت عاملاه معاكم، كنت خبزاه معاكم، اللي كنت عاملاه على البوتاجاز معاكم، كنت عاملاه ومصوراه على البوتاجاز، اللي هو الرقاق النشف دوت. وتقلب بقى البصلية كده في اللحمة في الجزراية، تقلبهم كده ببعضهم. اللي وصل بقى معايا لحد هنا حبايبي، ما تنسونيش بقى باللايك والشير، واشتركوا في القناة، واللي ايه رأيكم في القناة كده، وشرفوني كده وتنوروني. كانت حطت بقى ورقة رورة، وحطت بتاع ده شوية فلفل اسود، وحطت شوية بهارات اللي هي بتاعت اللحمة ديت، وقلبت برضو كله كده على بعضه. يعني حطت الفلفل الاسود، وحطت البهارات اللحمة، وحطت ورقة رورة، وحطت شوية ملح باين كده، حطت شوية ملح.
هتحط بقى معلقة هريسة، اي حبيبة حطت كده معلقة هريسة اهيت على اللحمة بتاعتنا. نتقلب برضو كله كده يتشرب من بعضه. وبتسيبها بقى ايه تستوي شوية كده مع بعضها، يعني هي قلبت كله على بعضه كده، وبتسيبها ايه برضو يعني تاخد غلوة كده وتستوي شوية. يعني كل ما بتحط حاجة بتسيبها تستوي شوية قبل ما تحط الحاجة التانية. جابت بقى الطماطمية، كانت اللحمة خلاص قربت تستوي، حطت بقى جايبة طماطمية كده مخرطاها وحطيتها على على اللحمة بتاعتنا، وتقلبها كده ببعضها برضو، وتسيبها ايه تستوي شوية. يعني قبل ما بتحط الحاجة بتسيبها ايه تستوي مع بعضها كده شوية. وجابت القرن فلفل حامي، مخرطة قرن فلفل حامي كده على فلفل رومي، حطيتها برضو كده ايه حطيته على، وجابت فص ثوم برضو حطيته اهيت. وقلبت كل الحاجات بقى بتاعتنا ديت، قلبتها كلها كده على بعضها، وسابتها ايه تستوي شوية مع بعضها كده على ما تجهز الرق بتاعنا عشان ايه تعمل. سابتها بقى على البوتاجاز كده تستوي شوية على ما تجهز الحاجة بتاعتنا. اهي حبايبي اللحمة بتاعتنا كانت استوت اهي، طفت عليها اهي كده، اللحمة استوت اهي. جابت بقى صينية اهيت، وجابت طبق فيه معلقتين سمنة كده، وجابت الشوربة بتاعتنا حطيتها برضو في حاجة في حلة كده. ودي اللحمة اهيت، هتجيب بقى تطلع بقى الرقاق بتاعنا كده وايه، وتبتدي ايه تعمله بقى معانا. حطت الشوربة كده في صينية، وتحطي فيها الرقاق وتمسه كده بالشوربة. هي جابت الصينية اللي جابتها الصينية اللي هي المربعة، ما جابتش الصينية اللي هي المدورة، فعشان كده بتكسر الرقاق عشان تعرف تحطها في الصينية المربعة. بتصور بايد وبتعمل بايد، عشان كده ما كانتش عارفة تعمل. او هي بلت بقى الرقاق كده، بلت الرقاق كده في الشوربة بتاعتنا، وتشيله وتحطه في الصينية. طبعا عصت الصينية سمنة، وجابت الرقاق كده تبله وتروح حطاه. وما تحط كل ما تحط رقاق تروح ايه جايبه الفرشه عايزاها سمنه، وتروح جايه حطاه، وتروح عامله عايزاها سمنه. عملت 4 رقات تحت و4 فوق. يعني بتعمل 4 رقات تحت و4 رقات فوق كده. كنت خلصت بقى ال4 رقات اللي هم تحت دولت، اللي هم ال4 رقات اللي هم تحت. حطت السمنه، حطت اللحمه اهيت على الرقاق. تحط اللحمه كده بقى يا حبايبي، تحطوها وتفردوها ايه في الصينيه كلها. هتفضي السمنه، هتفضي اللحمه وتفرديها في الصينيه كلها، ما تسيبيش حته فاضيه، عشان لما تيجي تقطعيها حتت كده تبقى كل حته فيها لحمه. اهي يا حبيبي زي ما انتم شايفين كده. تفضي اللحمه كلها في الصينيه وتفرشيها كده ايه، ما تخليش حته فاضيه ولا تخلي حته مش ما فيهاش لحمه، عشان لما تيجي تقطعها حتت تبقى كلها كده ايه ملانه لحمه كده وحلو. اهي يا حبيبي فضت اللحمه كده كلها وايه، فرشتها كده في الصينيه. تحط للحمه جزريه مبشوره كده،
وقرنين فلفل، بتخليها بتطعمها وبتخليها حلوة اوي بصراحة، يعني جربوها كده. البصلاية والقرنين فلفل، فلفل حامي بقى، فلفل رومي، حسب ما انتوا عايزين. عايزين تعملوها حامية، عايزين تعملوها باردة، تحطوا فلفل رومي. هي حطت في قرن فلفل حامي وقرن فلفل رومي، وحطت معلقة هريسة كمان، عن الجو حر وقايله لها ما تخليهاش حامية برضه، مفيش فايدة. يا حبيبي زي ما انتوا شايفين كده. جابت بقى الرق الباقي كده بلته. تعملوا كده في الشوربة، تغطسوا في الشوربة وتشيلوا وتحطوا على وش الصينية. عملت برضو الرقات اللي فوق اهيت، الاربعة اللي تحت والاربعة اللي فوق. هتقطع بقى الصينية قبل ما تحطها في الفرن. وكل بين رقة ورقة لازم تبلي الفرشة سمنة كده وتعصاها سمنة. كانت قطعتها بقى وخلصتها اهيت، وجابت الزبدة بلدي وحطت على كل خرطة، يعني هي قطعتها خرط اهي، جابت كل خرطة حطت عليها حتة زبدة بلدي. دي زبدة جاموسي اللي هي بلدي بيضة، كل خرطة حطت عليها حتة كده. هي بقى اللي السمنة دي ما تحط الصينية في الفرن، السمنة هتسيح وهتديها وش جميل قوي، وتطعمها برضو، يعني كل حته كده على سمنه هتطعمها. لما اكون عندي قشطه بروح حاطه بروح عايزه وش الصينيه كلها قشطه، بس انا ما كانش عندي قشطه، كان عندي زبده بلدي، فحطينا كل خرطه كده تحط عليها حته، عشان الزبده دي كانت في التلاجة، كانت في الفريزر وكانت متلجه، فما عرفتش اعوز منها. بقيت احط كل حته، تحطي كل حته على كل خرطه تحط عليها حته زبده. تحطها في الفرن بقى هتسيح وهتشرب بقى منها، وكل خرطة كده هتلاقيها لونها زي جميل بصراحة، يعني تحمر وشها كده وتخليها حلو، ده غير طعمها طبعا. اي حبايبي الصينية بقى نحطها في الفرن. حطيناها في الفرن اهيت، وانا بحب الرقاق ما بحبوش ناشف، انا بحبه طري. اطلع الصينية من الفرن واروح مغطياها عشان تتنها طرية، انا ما بحبهوش يبقى ناشف كده ويقرقش كده وانت بتاكليه، لا انا عايزاه طري. فاخرج ساعة ما اطلع الصينية من الفرن اروح مغطياها عشان تتنها طرية. اهي يا حبايبي قولوا لي بقى ايه رايكم في الرق بتاعنا. بص الرق جميل والله بصراحه، يعني تحفه. يا رب بقى الرق بتاعنا النهارده يعجبكم، قولوا لي ايه رايكم فيه، وكل سنه وانتم طيبين، وما تنسونيش باللايك والشير واشتركوا في القناه. والسلام عليكم.